السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لم تكن تحقق النجاح بدون عادات الدقة، النظام والاجتهاد والتركيز والتصميم على عمل واحد في كل مرة. لم يكونوا الأغنياء أغنى أشخاص في العالم لولا عادات ليقلدها لتحقيق النجاح. اليوم سأشرح لك 5 عادة لتحقيق النجاح في 2021. قبل ما نبدأ الفيديو لا تنسى الإعجاب بالفيديو ولا تنسى الاشتراك في القناة. الأول، حدد أهداف كبيرة. ربما لم تقابل أبدا شخص ناجح لم يحدد أهدافه. أول خطوة اللي بتسويه في عام 2021 تحدد أهداف الكبيرة الخاص بنفسك. حدد أهدافك اليوميا، أسبوعيا وشهريا وسنويا. عاوز تكون إيش؟ عاوز توصل لدرجة عالية جدا؟ عاوز تكون عالم، مهندس، محاسب، دكتور، أو عاوز تكون محامي، أو عاوز تكون عالم، أو عاوز تكون في حرية المالية للنجاح مع عائلتك؟ عاوز تكون إيش؟ لازم يكون عندك أهداف كبيرة. كل ما يكون عندك أهداف كبيرة وتجتهد وتوصل فيه. الثانية، أقرأ كثير. الخطوة الثانية في عام 2021 إنك تقرأ كتب كثير. Leaders are readers and readers are leaders. كلما تقرأ وتتعلم وكلما تكون شخص ناجح في حياتك. أبدأ حتى تقرأ صفحة واحدة في اليوم إنك تشوف تغيير في حياتك وحياة الآخرين. جربها. ثالث، اتعلم طرق لتوفير واستثمار المال. بعض الناس مجرد لما يستلموا رواتب الشهرية يبدأوا يبذروا الأموال في أشياء مش ضروريا، بعدين في النهاية يبدأوا يوفروا المال. ده أكبر غلط. إيش نسوي؟ مجرد لما نستلم رواتب الشهرية نمسك الفلوس 20 أو 30% لنفسنا لمستقبلنا. نمسك 20%. لما يكون عندنا 3 بنوك يكون أفضل. بنك واحد لتوفير المال، والبنك الثاني لاستخدام المال، والبنك الثالث لاستثمار المال. لو عملنا كده بنفس الطريقة بنعرف فلوسنا ماشي فين. الرابع، الصدقة دائما. سبحان الله، الصدقة تبارك في المال وترفع الأمراض. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نقص مال عبد من صدقة. ما نقص مال في الدنيا مش في الآخرة. إن صدقة السر تطفئ غضب الرب تبارك وتعالى. الخامس والأخير، النوم. كلما تنوم في الوقت المناسب يؤثر بشكل مباشر على صحتك العقلية والجسدية. على الأسف الشديد الكثير مننا يتحولوا النوم نساهر مع التلفون والكمبيوتر، لكن العادة لازم نوقفها من عام 2021. لازم نصحى وننوم في الوقت المبكر. إن شاء الله عجبكم الفيديو. 5 عادة اليومية للنجاح في عام 2021. لا تنسى الإعجاب بالفيديو ولا تنسى الاشتراك في القناة. شكرا على المشاهدة وأشوفكم في الفيديو القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.